أول عمل يزيد في عمرك. اجعل في كل خطوة من خطواتك إلى الله نية. بعضنا توضأ الآن ما شعر بأن الوضوء محطة تخرج الأدران. إذا توضأ العبد وأخرج الله الذنب منه حتى من تحت أظفاره، كما ورد في الحديث مع الماء أو مع آخر قطر الماء. خطاك إلى بيت الله، بل أقول عشاء أبنائنا هذه الليلة لا بد أن نجعل فيه نية. أتدري لو أن عشاء هذه الليلة نويت به إطعامهم صار الطعام صدقة. الطعام صدقة وهم أبنائي، نعم. لذلك أحبابي كثير من الطاعات مرت علينا وما أجرنا لأن النية شغرت من العمل. ولذلك أول عمل، وأقوله لنفسي ولكم، اجعل في كل حركة وسكنة نية. البعض منا يقول سأذهب لمستشفى النور أزور فلان، والله ما ندري وش اللي بيسلمنا من لسانه. سأذهب حتى أقطع اللوم، سأزور فلانا لأنه قدم من البلد، من القرية، من البلاد. هل هو لله زيارتك؟ لا، حتى لا يقول أنا في مكة وما زارني فلان. فبعضنا يشرك في نيته وتنقلب عليه نيته، ومن هنا يحطم أيام وساعات كانت ستكون طاعة لو أنه حملها النية. نعم، حتى التبسم في وجه أخيه، الذبائح اللي تذبحها، والطعام الذي تقدمه للأضياف. تصدقون ان بعضنا ل20 سنة يذبح ويصلخ الله يغنيه ويكرم الناس ولم يؤجر على وجبة واحدة. كان يريد كما يقول ستر وجهي، يا ليتك سترت وجهك من النار وليس من لوم الناس وإعذارهم. ولذلك أقول أول عمل يجعل عمرك طويل أن تجعل في كل خطوة نية، في كل خطوة حتى جماعك أهلك، شرب الماء، النوم. الصحابة استغربوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال الحبيب أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. بلى يا رسول الله. قال كذلك إذا وضعها في حلال. حتى هذا الأمر الذي لا يحتاج إلى أن تحث عليه، قضاء الوطر عبادة وأجر، وفي بضع أحدكم صدقة. بل إن اللقمة تضعها في امرأتك، سواء المقاضي اللي تجيبها أو اللقمة ترفعها وتضعها في فيها، هي صدقة. ملاعبتك لأهلك صدقة، نومك صدقة، أكل الوجبة صدقة. ماذا بقي في الحياة؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. صدقون بعضنا إلى الآن موظف ل20 سنة في الوظيفة ما نوى نية صالحة، ولو نوى لكانت وظيفته جهاد وعبادة ورزقه صدقة على نفسه وأبنائه، لكن ما نوى، موظف فقط، لكنه ما استحضر النية. ويتقاعد المتقاعد وهو لم يؤجر يوم من أيام وظيفته لأن النية لم تكن مستحضرة. ودعوة أحبابي أن نركب برنامج النية، لا يباع في أسواق الحاسب، إنما هو أن تسأل الله جل وعلا أن يرزقك قلبا يستحضر العمل الصالح وأنك تريد بذلك رضا الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قل هو الله أحد، فكن واحدا لهذا الأحد سبحانه حتى يعطيك كل حركة في حياتك يجعلها طاعة.